مساء الخير عليكم في فيديو جديد. معاكم احمد مجدي. النهارده كنت عايز اتكلم على ماتش الاهلي وانتر ميامي، طبعا اللي كل الناس شاهدته الساعة 3 الفجر. يوم فجر الاحد او فجر الحد. طبعا كل الناس اللي شافت المباراة وشافت احداثها والتطورات اللي حصلت في المباراة، طبعا كل الناس بتشيد بالنادي الاهلي، بتشيد باللعيبة النادي الاهلي. طبعا في اخطاء وفي ايجابيات وفي سلبيات، واشادت بعض الناس بالمدرب، وفي انتقدت بعض الشيء المدرب. انا جاي النهارده يعني اتكلم في حاجات بسيطه كده وتفاصيل بسيطه آه، ممكن تفيد لعيبه النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي، علشان احنا لسه عندنا مباراه قادمه مع بالميراس، وبعد كده بورتو اخر مباراه في المجموعه. حظوظ الاهلي، طبعا السؤال المعتاد بعد التعادل مع انتر ميامي: هل الاهلي له حظوظ في الفوز على بالميراس وتخطي عقبة بورتو ويتأهل للدور الثاني؟ اعتقد الاداء اللي ظهر بيه الاهلي امام انتر ميامي مبشر جدا. الاداء والتكتيك اللي اتعمل في المباراة يأكد ان الاهلي قادر انه يناطح الفرق الكبيرة الأوروبية، سواء من أوروبا أو من أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو الدول العربية. الأهلي أثبت النهاردة بالإسكواد بتاعه بالمدير الفني اللي لسه يعني بيدرس الفرقة بقاله 15 يوم، إن هو قادر إنه يطور الفرقة، قادر إن معاه لعيبة كبيرة زي مقدمتها تريزيجيه، وسام أبو علي، الصفقات إمام عاشور، محمد علي بن رمضان. في لعيبة كتير هنتكلم عنها بشكل مفصل، بس أنا مش طالع أتكلم على حاجة معينة. أنا أتكلم الأول طبعا إن أنا عايز آخد خط خط. هتكلم على كابتن الكبير، كابتن الفرقة محمد الشناوي. محمد الشناوي بيثبت يوم عن يوم ان هو كابتن فرقة حقيقي، بيثبت يوم عن يوم ان هو حارس كبير، وبيظهر في الاوقات الصعبة. يعني مش يعني الاهلي اما يكون في وقت صعب وفي مباراة صعبة، كابتن محمد الشناوي كابتن فرقة النادي الاهلي بيظهر بشكل مبهر، بشكل يأكد انه فعلا يعني ك يعني بعض الناس بتقول ان هو دلوقتي مش قادر ان هو يحرس عرين النادي الاهلي، وان هو المفروض يسلم الرايه لمصطفى شوبير، بس بيثبت يوم عن يوم ان هو بخبرته وبكفاءته وامكانياته لا، حارس كبير، حارس تقدر تعتمد عليه وتديله الفرصه وتثق فيه وتطمن ان هو هيأدي فوق اكتر، يعني اكتر من اللي عليه. محمد الشناوي حارس كبير، شابوه. انا شايفه نجم المباراه الاول كابتن محمد الشناوي مع حارس انتر ميامي، ده رقم واحد. نيجي لخط الدفاع: اشرف داري. اشرف داري ربنا يبعد عنه الاصابات، لعيب قوي جدا، لعيب اما بيركز وربنا بيبعد عنه الاصابات. اعتقد هيبقى مساك مهم جدا مع النادي الاهلي، وهيبقى مدافع هيكتب تاريخ جدا مع النادي الاهلي. ويا رب يا رب يبعد عنه الاصابات ويكون موفق في المباريات القادمه في كاس العالم للانديه. اللي جنبه ياسر ابراهيم، انا شهادتي مجروحه فيه. ياسر ابراهيم لعيب كبير، لعيب راجل، لعيب بيلعب بامكانياته بدون فزلكه. يعني لعيب، انا يمكن ياسر ابراهيم فكرني كمان بنجم كبير كان في الاهلي اسمه شادي محمد وكل الناس عارفاه. انا بحب المدافع اللي ما بيتفزلكش، بحب المدافع اللي بيركز في الكوره بس، ما بيعملش حاجه تورطه زي ما بيقولوا، ما بيتفزلكش، ما بيرقصش، هو بيلعب بامكانياته. وده بيأكد ان ياسر ابراهيم من المدافعين الكبار جدا، ده ما بيقللش من امكانياته خالص. ده يأكد ان هو مساك كبير جدا وفعلا مهم. ويعني شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي ان تم التجديد لياسر ابراهيم، التجديده الاخيره اما فاضوا ونجاح الاهلي في التجديد ليه. وشابوه ليك، راجل من رجال النادي الاهلي المخلصين، واللي دايما كل ما تحتاجه بتلاقيه في المواعيد الكبرى، بتلاقيه حتى لو راجع من اصابه او بعيد عن الملعب ينزل الملعب بيأدي احسن ما انت متخيل، او احسن ما انت متوقع. ده ياسر ابراهيم. هنيجي على محمد هاني. محمد هاني طبعا تكتب تحتيه اول ما تقول له العب في كاس العالم للانديه، فمحمد هاني بيتحول، رغم انه ما كانش عنده تحولات هجوميه كتير، لكن اداؤه الثبات الدفاعي وتماسكه وكان بيقطع الكور بشكل ثابت بدون فاولات بدون اخطاء.
واثق في نفسه، بيباصي الكوره بثقه. محمد هاني عمل مباراه كبيره ونتمنى ان هو يستمر. يعني قولوا له بس العبوا في ودنه كده وشوفوا في ودنه، قولوا له كاس العالم هتلاقوا محمد هاني اتحول. اللي عليه اول واحد بقى علامه استفهام، مش تقليلا منه، احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا انا شايفه في المكان ده مش مأدي احسن حاجه. انا شايف ان هو مظلوم في المكان ده. احمد نبيل كوكا في الادوار في خط الوسط اعتقد بيكون مميز اكتر. احمد نبيل كوكا بيأدي الواجب اللي عليه، لكن مش اميز حد في المكان ده اعتقد. المدرب بيسيرو واخد ريفيرو، اسف عفوا ريفيرو، جوزيه ريفيرو واخد يحيى عطية الله. اعتقد ممكن يكون مش مكتمل الشفاء او راجع من اصابة، بس اعتقد انضمامه مع كريم الدبيس، وانت كان في تجربة كريم الدبيس في ماتش باتشوكا، فاعتقد كان الافضل ان حد منهم يحيى عطية الله او كريم الدبيس يكون في المكان ده، وتستغل احمد نبيل كوكا في خط الوسط، او يكون ورا رابحة بديلة في خط الوسط في مركز 8 او 6. اعتقد احمد نبيل كوكا لازم في ماتش بالميراس يعني من وجهة نظري ما يكونش متواجد في المباراة دي في مركز الظهير الايسر، لان هتسبب مشاكل كبيرة. هتسبب مشاكل كبيره في المباراه بالميراس، لان بالميراس على فكره انتوا مباراه بالميراس اللي الاهلي بيقول خلاص كده الاهلي مشواره انتهى، ضيع فوز سهل على انتر ميامي فمش هيقدر يعمل حاجه قدام بالميراس. لا، فرص الاهلي موجوده وبقوه. الاهلي قادر على هزيمه بالميراس. انا مش بقول كده تشجيعا، لان الاهلي قدم اداء مميز قدام انتر ميامي، كان قادر على الفوز على انتر ميامي في شوط واحد اللي هو الشوط الاول باكثر من 4 اهداف. وجايين في الكلام